إيه حكاية الترند الهندي اللي قلب لنا السوشيال ميديا؟ أغنية بتظهر للنور بعد 23 سنة من إصدارها. ترند اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مرعب. منين بدايته ومنين جه الترند ده؟ الترند انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي زي النار في الهشيم من جميع دول العالم، من مؤثرين أجانب وعرب، رجال ونساء، ومن جميع جنسيات الدول الأخرى. حتى فنانين أتقنوا الترند ده جدا زي بلقيس، عملته باحترافية رائعة. مقطع فيديو لا يتعدى مدته الدقيقة الواحدة استغرق قبله 10 ساعات تحضير من مكياج ولبس وإعادة وتصوير و10 ساعات زيهم مونتاج. لكن بجد الصادم في الموضوع ده إن الترند ده مش جديد. الأغنية دي ظهرت من 23 سنة، عام 2001. غنتها مطربة هندية في فيلم هندي. الفيلم اسمه أشوكا، بطولة شاروخان وكارينا كابور. وأول واحدة عملت الترند ده كان بالمكياج الهندي على الأغنية دي كان عام 2022. وبعد انتشار الفيديو الخاص بيها بدأ مشاهير السوشيال ميديا بتقليدها. رغم التحضيرات الطويلة والمرهقة للترند ده، بدءا من تجهيزات أدوات المكياج المتنوعة، وضع المكياج بطريقة المحترفين خطوة بخطوة، وبعدين تجهيز الفيديو النهائي. أما بعض مشاهير السوشيال ميديا الآخرين حبوا الترند جدا وحبوا يقلدوه، بس لكن بطريقتهم الخاصة. رفضوا المكياج فيه، في اللي ضحك وهزر وكان كوميدي جدا، وفي اللي عمل منه أغنية وبكلمات ظريفة، وفي اللي طبخ وبرع في الأكلات وكانت فيديوهاته تستحق المشاهدة وكانت أكثر من رائعة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. رغم فشل البعض في ترند المكياج الهندي، إلا أن البعض الآخر نجح نجاح صح، مش في بس الدولة الأصلية للترند، لكن في جميع أنحاء دول العالم، سواء رجال أو نساء، من مؤثرين أو فنانين. هل في رأيك فيديو مدته دقيقة واحدة يستحق كل المجهود الجبار ده من تصوير ومونتاج وتحضير؟ وهل عجبك الترند الهندي واستمتعت بيه وانت بتشاهده؟ قولنا رأيكم في التعليقات. كانت معكم المحققة نسى.